تبا لك يا ايتها الكاه بموت سيبي ديالك بداكشي كلشي عطفوا على الجزائر بدون سبب. هذا وفي صفحة أخرى اتفق جماهير الطفلة رجاء البطريقية كعادتهم التشويش على الوداد تشويش نجمة 6 إذ قاموا بحملة أن حكيم زياش سيغادر وهو غاضب وما مخلص، في حين حكيم زياش براسو ما فراسوش هادشي. القافلة تسير والرجاوي عاد استجاب حكيم زياش لضغط جمهور مرسى ماروك وتنازل عن مطالبه المالية وسيرافق الفريق إلى كينيا. الله على أخلاقكم يا جمهور مرسى ماروك. وفي صفحة أخرى وبعد امتصاص كل طاقته والتتويج معنا بعصبة الأبطال 3 بطولات، الكائن الرجوي يحتفل بصفقة أيوب ورزازات وانتدبه الزياد كي يشم فيه الرجوي رائحة العصبة التي لم يتوج بها الفريق البطريقي منذ العصر الحجري عندما كان الحكم يصفر بيديه. هذا وقبل المجيء الكل يدون أن هذه الصفقة يجب على ديجيتال رجاء أن يقدم أحسن تقديم. عندما جاء سألوه ما هي أحسن فتراتك؟ أجاب عندما كنت مع الوداد. أدخل شارج ماتريال يده في خرشة خضراء، أخرج قميصا مكمش، فيديو 190 درجة للعملود وهو يدور وانتهى. هذا ولا بد من التذكير بأهداف أيوب ورزازات في مرمى رجاء والاحتفالية المجنونة. قال لك الرجاوي من صغره. شكرا أيوب ومبروك عليك مصريف، رد البال وقرا كونترا طلع. غدا وسيخوض المارد الأحمر مباراة الأفريقية ما قبل الأخيرة في ملعب كسرونا بنيروبي عاصمة كينيا يوم الأحد. والله يحفظ من شي حكم من طاقم نيروبي عاوتانية، لأن الكرة فهاد القارة تجيب ميسي ورونالدو وتزيد عليهم مارادونا. خاص تشوف مع الكافلة غتربح. وأكبر دليل في المغرب الطفلة رجاء التي تلعب وقتما تشاء وترتقي أو لا ترتقي للوداد. ومن جهة أخرى يجب أن نذكر الرجويين بدعم لاعبين الجديد برقوق الذي يضرب بريكولات في يوتيوب وكي يطلع بهم القناة ويصور روتينه اليومي في الوزيس مع فيديوهات تصورني وأنا كنفرق السيبي على الدراوش. معشر البحمرونيون والبحمرونيات، نضرب لكم موعدا آخر في حلقة أخرى بإذن الله. كان معكم رفيق الأنشير تارودانت، إلى اللقاء.